هو ده معالج التسويف، وان ازاي ممكن ينتشلكم من الضياع لبدايه الطريق. قلق واكتئاب وشعور بالخزي والعار من النفس، ان انا مش عارفه اوصل لاهدافي لان انا اللي منع نفسي. حل يقدر يخلصك من مشكله التسويف للابد ان شاء الله. انت ما عندكيش غير حياه واحده تشتغلي فيها، وهي اللي هتحدد مصير او شكل حياتك في الدنيا هيكون عامل ازاي، وكمان في الاخره هكون فين. وتخيلي كده شكل حياتك هيبقى عامل ازاي لو عملتي اللي المفروض تعمليه بقالك سنين. انما احنا بنستنى الظروف تكون احسن، بنستنى صحتي تكون احسن، يكون معايا ماديات اكتر عشان احس ان انا جاهزه وقادره نفسيا ان انا امشي في الهدف ده. المفاجأة ان مفيش حد في الدنيا بيكون جاهز نفسيا وماديا وصحيا انه يعمل الهدف ده، والا هيعملوا ليه اساسا؟ لما انا جاهزة من كل النواحي نفسيا وجسديا وماديا، ايه اللي يجبرني ان انا اعمل الهدف ده اساسا؟ انا لحد اخر وقت كان لسه في كلام كتير عايزه اقول في الفيديو وعايزه اضيف معلومات، بس هعمله امتى؟ لما كل يوم بقول لا هضيف معلومه، لا هضيف معلومه، لا خلاص اناف ونقول اللي احنا عارفينه. هيبقى ناقص معلومات مش مهم، المهم ان الحاجه اللي هقولها تفيد الناس. لكن هستنى الحاجه تكون كامله، ده نوع من انواع التسويف. انت كمان لو في حاجه نفسك تحققيها ومستنيه الظروف تكون مناسبه، مستنيه صحتي تكون احسن، نفسيتي تكون احسن، ده نوع من انواع التسويف. وهتلاقي الوقت بيمر عليكي، اليوم والشهر والسنه، وانا زي ما انا ما وصلتش لحاجه، ما حققتش اي حاجه. فيجي هنا السؤال الاهم، هو انت فعلا عايزه الهدف ده؟ انت فعلا هتموتي وتحققي الهدف ده؟ طب مستعده تضحي بحاجات كتير عشان خاطر توصلي لاهدافك ديت؟ مستعده تحطي مجهود جبار في الحاجه اللي هتشتغلي فيها او الحاجه اللي هتعمليها؟ وانا لما بقول كلمه اهداف مش قصدي بيها ان انا ابقى اشهر رائده اعمال، ابقى احسن كونتنت كرييتور، مش قصدي كده. انت ممكن يكون هدفك ان انا بيتي ده يفضل نظيف دايما، ان انا اولادي دول يكونوا احسن ناس. دي اهداف واهداف عظيمه. فهل انت مستعده تضحي بوقتك ومجهودك عشان خاطر الحاجات دي، وتضحي بحاجات تانية بتحبيها عشان خاطر الحاجات دي؟ فخليكي صادقه مع نفسك، هو انا فعلا عايزه الحاجات دي ومستعده ادفع الثمن واضحي عشانها؟ واحنا هنا بنتكلم بصراحه، مفيش نقاش ان اللي بياخد الجايزه الكبيره هو اللي بيبذل مجهود اكتر على هدفه، اللي بيشتغل اكتر، اللي مركز في الحاجه اللي هو عايزها وصارف نفسه عن المشتتات التانية. عشان كده ربنا في القرآن بيقول ايه؟ وادخلوا الجنة بما كنتم تسوفون، تتمنون، تمرحون. وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عمل. انما انا بتمنى والله يا رب انا نفسي اعبدك قوي، والله نفسي اصلي، الكلام ده. انما الكلام الصح وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عملت هتدخل الجنة في الآخرة، وعملت هتدخل الجنة في الدنيا. وده اللي بيخلينا نتفاجئ كل سنة ان السنة خلصت، اوبا شهر 12 جه واحنا ما تقدمناش خطوة واحدة في الهدف بتاعنا، ما خسيناش نص كيلو من الكام كيلو اللي كاتبينهم اول السنة، ما تعلمناش كلمة في اللغة اللي حاطينها قدامنا. والاهداف بقى عد واغلط. فلو مش انا اللي اخدت الخطوة وكنت انا صاحبة القرار ان انا لازم اوصل لاهدافي، هفضل زي ما انا ومحدش هيسأل فيا. وبعدين يا جماعة الراحة ما بيتشبعش منها، والكسل والنوم والاكل، الحاجات دي جميلة كلنا بنحبها ومش عايزينها تخلص، لكن المقابل بتاعها انها بتسرق عمرك، بتسرق وقتك، بتسرق صحتك، وفي الاخر بتحس بشعور الندم بيقطعك من جوه كده، اللي هو بتبقى عايز تموت نفسك من كتر. طب ليه؟ ما انا كان قدامي الوقت، كان قدامي ان انا اشتغل على حلمي وعلى هدفي، بس ما اشتغلتش. فضلت ساعتها ان انا انام، اقعد العب على الموبايل، اكلم صحابي في التليفون، ولا اني اقعد واتحمل الالم ان انا اشتغل واذاكر او اجتهد او العب مع ولادي او اتعب في بيتي. فاحنا كلنا دايما محطوطين قدام اختيارين، اختيار انك تكمل نومك، او اختيار انك تقفل المنبه وتقوم تشوف وراك ايه. وكمان في حاجه تانية عايزين نقولها، احيانا كتير ما بنعملش الاهداف اللي احنا حاطينها لاننا حاسين اننا مش مضطرين اليها، مش محتاجينها قوي، او مش حاسين بألم فقدانها في اللحظه ديت. على سبيل المثال انا عايزه اتعلم لغه، اوكي انا اوريدي بشتغل وبقبض مرتب، او انا مثلا في جامعه وباخد مصروفي من اهلي، فانا مش مضطر ان انا اتعلم لغه. بس لما يكون عندي
40 ولا 50 سنه هقول ياه لو الوقت يرجع تاني ويكون وقت الشباب، وقت مثلا الصحه، وقت الوقت والمجهود المتوفر اللي اقعد فيه وابذل. ليه نستنى اللحظه دي تيجي علينا لمجرد ان ألمها بعيد؟ لا، انا من دلوقتي لازم يكون عندي بعد نظر ان انا مش عايزه اتحط في الحته دي، في اللقطه دي. ولازم تكونوا عارفين ان دايما النفس بتاعتنا نشيطه جدا في الحاجات السيكي ميكي، الحاجات اللي على هوانا. نشيطه قوي في اكله حلوه، نشيطه قوي في رحله الساعه 6 الصبح، نشيطه قوي في خروجه الساعه 3 بالليل، نشيطه جدا في الحاجات دي. نشيطه انها تقعد تتفرج على فيلم لحد الفجر مع اني مش قادره اقعد اذاكر لحد الساعه 12 بالليل، صعب عليا ما اقدرش. فاحنا نفوسنا نشيطه قوي في الحاجات في اللعب، في الهوا. فمن النهارده لازم تحطي نفسك في وضعيه انا ما عنديش اختيار، مفيش اختيار، ديل اور نو ديل. انا هحقق الهدف ده يعني هحققه. لكن عقليه انا مش مضطره اساسا ان انا اخس، انا مش مضطره ان انا اتعلم، انا مش مضطره احقق هدف ما، حلو جميل قوي، بس خليكي قد كلامك وما تجيش بعد سن معين تقولي لو الزمن يرجع بيا، لو الزمن مش عارفه ايه. لا، او لما تشوفي حد وصل لهدف نفسك فيه ما تقوليش اشمعنى هو او ليه يا رب. لا، خليكي قد كلمتك، انا مش مضطره للهدف ده، خلاص ما اشتغلش عشانه. لكن لو عايزاه لازم احط في عقليتي نو اوبشن، مفيش اختيار، هعمله يعني هعمله. عارفين علي بن ابي طالب كان مره قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. والله العظيم الجمله دي تنطبق بالظبط على التسويف، لان التسويف ده محتاج بجد حد يخلص عليه من كتر ما هو بيدمر احلامنا، بيدمر ارزاقنا. جماعه احنا عندنا ارزاق عند ربنا كبيره وكتيره، بس ما بناخدهاش لاننا ما بنسعاش ليها، لان واقف بيننا وبينها التسويف. بكره، طب بعده، طب السنه الجايه، طب السنه اللي بعدها. طيب يا اسماء حلو الكلام ده، انا والله واحده عارفه اهدافي ونفسي احققها، والله بعمل حاجات كتير عشان اوصل لها، بس بسوف في الاخر، بس والله غصب عني. خليني اقول لكم كده شويه حاجات نبص للتسويف من خلالها بصه تانية خالص. كلمه تسويف مش معناها ان انت شخص وحش او ان انت شخص مش منضبط او مش ملتزم، انما التسويف بجد بجد هو اداره للمشاعر. ازاي؟ مخنا يا جماعه ما بيعرفش يفرق ما بين مذاكره كتير او شغل بيت وما بين اسد. ازاي؟ مخنا بيبص للاتنين كانهم واحد. انا دلوقتي ورايا شغل كتير في البيت او ورايا كتب كتير المفروض اخلصها، انا طبعا عندي احساس مثقله، مش قادره، معقول هعمل ده كله؟ ده صعب، ده مش سهل. مخي بيتعامل معاها بالظبط كأن في اسد بيهاجمني، الاتنين بالنسبه له خطر. فيعمل ايه؟ يبتدي يخليني اسوف. ليه؟ ما هو مش عايز يعرضني للخطر ده، ما هو بالنسبه له اسد. فاحنا بنسوف ببساطه لان مشاعرنا تجاه المهمه دي مشاعر مش كويسه. انا ببص للمذاكره هم على قلبي، معقوله هقعد ده كله؟ لسه هحفظ كل الكلام ده؟ معقوله هخلص شغل البيت ده كله؟ طب الهدف بتاع اللغه ده قدامه سنين عشان احققه، مجهود وتعب وقرف وسهر حاجات مش حلوه. فبالنسبه لمخي بيترجمها انها خطر، فيعمل ايه؟ يخليني افضل اجل ببساطه لانه بيحميني. فده اول سبب احنا ليه بنسوف الحاجات اللي ورانا. طب تاني سبب ايه؟ احيانا كتير احنا بنكون عايزين نعمل هدف لمجرد ان احنا نعمله، شفت حد عمله وعجبني وعايزه اعمله. الدافع بتاعي يا جماعه، الدافع هو انا عايزه اعمل الهدف ده ليه؟ ايه اللي بيدفعني ان انا اعمل الهدف ده؟ فاكرين من شويه لما قلت لكم ان ساعات الناس اللي بتعمل الهدف بتاعها بيكون المايند سيت بتاعتها there is no option، انا ما عنديش اختيار، هعمله يعني هعمله. فده عنده دافع قوي جدا يخليه يمشي ورا الهدف بتاعه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتخليني اسوف طول المده، زي مثلا انا هعمل دايت، اكيد مش هشوف النتيجه النهائيه اللي نفسي اشوفها غير بعد سنه، بعد 6 شهور. فانا اصلا واحد نفسي قصير، ازاي عايزاني اصبر 6 شهور ولا سنه عشان اشوف الهدف ده؟ لا، بالنسبه لي اسهل ان انا اكل طبق المكرونه والبانيه احسن مليون عندي مره من ان انا اقعد استنى واعمل دايت واروح الجيم ومش هشوف الهدف دلوقتي ولا بعد شهر، ده بعد 6 شهور ولا بعد سنه لما اشوف النتيجه اللي تعجبني. عرفنا الاسباب وعرفنا بنسوف ليه وتهزقنا كفايه. ايه الحل؟ هنبدا باول حل،
اللي هو الحل الجذري للموضوع ده اللي بجد ولو وقعت فيه هتخرج منه بسرعة. هدف مجرب ومعروف بس احنا ما بنستخدموش او ناسينه. بقولك ايه، اديني حل سحري، اديني كده الحبايه السحريه اللي تخلصني من المشاكل دي كلها. مفيش حلول سحريه يا جماعه، بس بجد الحل ده انا اقدر اقول عليه ان هو حل سحري، حل يقدر يخلصك من مشكله التسويف للابد ان شاء الله. تعالوا ناخدها حته حته. هي المشاعر دي جايه منين؟ جايه من قلبي، وقلبي ده ملك مين؟ ملك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول حل استعن بالله ولا تعجز. عمرك فكرتي فيها ان انا عندي مشكله التسويف فاستعين بربنا؟ احنا يا جماعه لازم نستعين بربنا يعني في كل ثانيه، ما بالك بقى بمشكله كبيره موقفه حياتي ومنع عني الرزق ومنع عني تحقيق الاحلام. ده مشكله كمان، يعني التسويف ده يا جماعه بيجيب قلق واكتئاب وشعور بالخزي والعار من النفس، ان انا مش عارفه اوصل لاهدافي لان انا اللي منع نفسي. كان في حد من الصحابه اعتقد سيدنا معاذ، كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له عشان انا بحبك انا هقول لك الدعاء ده في نهايه كل صلاه، ادعي يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما النبي يقول لحد الجمله دي معناها يا جماعه انها الخلاصه، انها الحل. يعني ايه؟ لو ربنا ما اعنكش على انك تعبده او انك تشتغل على اهدافك في الدنيا او انك تشكره حتى على نعمه، مش هتعرف تعمل كده. ولما النبي يقول لحد نصيحه دي معناها انه يا مسلمين خدوا بالكم من الجمله دي ما تعديش مرور الكرام. فاول حاجه زي ما قلنا استعن بالله ولا تعجز. حلو، هستعين بالله ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ 4 حاجات هنقولهم. اول حاجه منهم الدعاء اللي احنا لسه قايلينه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في نهايه كل صلاه. طب وايه تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نعمل ورد محترم من لا حول ولا قوه الا بالله. واللي لسه مش فاهم قوه الذكر ده يتفرج على الفيديو اللي فات، انا شرحته بالتفصيل، واتفرجوا حتى مش على الفيديو بتاعي، على اي فيديو تاني، هتحسوا بقيمه الذكر ده وان ازاي ممكن ينتشلكم من الضياع لبدايه الطريق. طيب تالت حاجه، في دعاء جميل قوي قوي، بحس ان هو ده معالج التسويف، او هو ده اللي يعني ايه السهم لما بيجي كده يعني على النقطه بتاعته بالظبط. الدعاء بيقول ايه؟ اللهم اني اسالك العزيمه في الرشد والثبات على الامر. الدعاء ده ببساطه يعني يا رب، قول لربنا يا رب ارزقني قوه الاراده اللي تخليني لما اعرف ان الحاجه دي مفيده ليا اعملها، والثبات على الامر ان انا استمر عليها. يعني شايفين الدعاء متفصل على التسويف. فاحنا بقى عايزين من النهارده، انا عندي ورد كده من الدعاء بقوله 100 مره 1000 مره زي ما تحبوا. رابع حاجه في الاستعانه بالله عز وجل الايه دي او الدعاء ده، بجد لما سمعته وفهمت معناه فرق معايا السما من الارض. مش احنا قلنا ان سبب من اسباب التسويف او السبب الرئيسي هو المشاعر اللي جوانا؟ يعني انا مثلا عايزه اقوم اذاكر بس بفكر قبليها في ايه؟ ان انا هقعد اذاكر ده كله، ده كتير قوي، ده انا هقعد احفظ كل ده انا هقعد قد ايه، ده انا مش عارفه. فالافكار دي بتعمل لك مشاعر بالهم، مشاعر بالحزن، مشاعر بالضيق، مش عايزه اقوم اعملها. طيب احنا قلنا المشاعر دي موجوده فين؟ بحسها في قلبي، في صدري. طيب مين اللي يملك المنطقه دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب هقول لكم قصه شبيهه بالموضوع ده. لما ربنا سبحانه وتعالى طلب من سيدنا موسى انه يروح لفرعون يقول له آمن برب العالمين، سيدنا موسى كانت المهمة ثقيلة على قلبه. ما هو احنا يا جماعة لو احنا قلبنا مفتوح للحاجة هنعملها في ثواني. في حد بيتحايل عليك عشان تاكل؟ لا انا بحب الاكل فبروح اكل. في حد بيتحايل عليك عشان تخرج؟ لا انا بحب الخروج فبخرج. فلو قلبي مفتوح للحاجة هعملها بسهولة، لكن لو قلبي مقفول مش هعرف اعملها. فالقصه دي شبيهه قوي بقصه سيدنا موسى، انه قلبه كان مقفول او حاسس انه مثقل انه يروح لفرعون يقول له امن برب العالمين. فدعا ايه في القران؟ قال ايه؟ رب اشرح لي صدري لباقي الايه. فاحنا عايزين يبقى ورد من اوردنا دعاء بدعيه كتير خلال اليوم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، وافضل اقول الدعاء، افضل اقوله كتير كتير. لان لو ربنا بلحظه واحده منه شرح صدرك للشيء اللي انت عايز تعمله، انه عارفين يعني ايه انشراح؟ يعني انه يخرجك من الحته الضيقه للحته الواسعه. ربنا هو يفتح لك قلبك للحاجه دي،
ويخليك تشوفها بصوره كويسه، تستحمل التعب بتاعها، تقعد تذاكر بالساعات، ما انت قلبك منفتح ليها. فعايزين ورد من اوردنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ما احنا قلنا الاربع حاجات بتوع الاستعانه بالله عز وجل، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واخر حاجه اللهم اني اسالك العزيمه في الرشد والثبات على الامر. نخش بقى من ناحيه علميه شويه. طب اداره المشاعر ازاي يعني؟ ما احنا قلنا اللي بيخليني اسوف مشاعري، اسال نفسي هو انا حاسس بمشاعر سيئه تجاه الحاجه دي ليه؟ ايه الشعور اللي انا حاسه تجاه المذاكره؟ ايه الشعور اللي انا حاساه تجاه البيت؟ مثلا ان انا لسه هروق ده كله، البيت ده كله تعب. طب اعمل ايه؟ ايه الحلول اللي ممكن اعملها تقلل الشعور ده من عندي؟ ايه الحلول اللي ممكن اعملها تخفف من شعور ان انا شايله هم قوي الشيء ده ان انا اقوم اعمله فاعرف اعمله بسهوله؟ طيب التاني خطوه دي حلولها في الخطوات اللي بعدها. ان انا ازاي ممكن اقلل من المشاعر السيئه دي؟ اول حاجه تقسيم المهمه. هو انا لازم ارتب البيت كله؟ كل يوم اقول لنفسي هروق سرير، هروق حته من المطبخ، المذاكره النهارده هقعد اذاكر بس 3 صفحات، صفحتين. تقسيم المهمه، وان انا المهمه الكبيره اقسمها لحتت صغيره هتخليها سهله عليا، والمشاعر التقل دي تروح من عندي. ايه تاني معاها غير تقسيم المهمه او معاها في نفس النقطه؟ ان انا اعمل لنفسي تايمر ما يزيدش عن 10 دقايق ربع ساعه للمهمه التقيله اللي انا عايزه اعملها. اظبط المنبه على الحاجه واقعد على الكتاب، هو ربع ساعه تخلص هقوم من على الكتاب. نفس الحكايه شغل البيت، ربع ساعه هعمله، ربع ساعه خلصت خلاص انا سبت كل حاجه. الهدف بتاعي اللي عايزه اشتغل عليه هي ربع ساعه، خلاص خلصت ربع ساعه وقفت. الرياضه ربع ساعه واوقف، وهكذا على كل الاهداف اللي نفسك تحققها. هي ربع ساعه 10 دقايق، هحط التايمر، شكرا سلام عليكم. وانا في رحلتي للهدف بتاعي ما بصش على النهايه، ما بصش على الهدف الكبير، زي ان انا عايزه اكون احسن كونتنت كريتور على اليوتيوب. طب ده هدف كبير قوي. ابداي الاول قولي عايزه انزل فيديو كل اسبوع، ابتدي احدد اقسم الهدف، وعنيا ما تجيبش غير ال3 خطوات اللي قدام. ما فكرش نهائيا في الوجهه الكبيره اللي انا مستنيه اوصل لها، لان الحته ديت لما ابص على الهدف الكبير اللي في الاخر بيتقلني، بيخليني محبط، حاسس بالفشل، مش هقدر اعمله. ما هو فعلا كبير، وانا قدراتي ما تجيبش ان انا اوصل للهدف الكبير ده، بس قدراتي تجيبني اجيب اول 3 خطوات. فدايما نبص على اول 3 خطوات. اخر حاجه اشيل كل المشتتات من جنبي وانا بعمل المهمه دي. في الربع ساعه دي ما امسكش تليفون، في الربع ساعه دي ما ردش على تليفونات لاصحابي. لازم ابعد عني كل المشتتات اللي ممكن تمنعي ان انا اوصل للهدف ده او ان انا اسوي في الهدف ده. انا باكد لك لو مشيتي على الخطوات دي بالظبط زي ما انا بقول هتوصلي لكل الاهداف اللي بقالك سنين بتسوي فيها. وفي مثل لطيف كده بيقول ايه؟ على قد لحافك مد رجليك. يعني ما تقوليش انا دعيت والله وقلت الاذكار كام مره، كام الف، عملتي كام مره الحاجات ديت. احنا عايزين لو مش هعرف اعمل حاجه بس ان انا اذكر الله وانا قاعده على السرير عشان ربنا يزرع في قلبي حب ان انا اقوم اعمل الحاجه دي، ده كفايه، اعمليه بس. فعلى قد لحافك مد رجليك، وعلى قد مشكلتك اعملي الخطوات دي. لكن ما بعملش، ما بذكرش، ما بقولش حاجه من الحاجات دي، يبقى انت مش صادقه، مش صادقه في ان انت عايزه الهدف ده. لان والله لو صدقت الله هيصدقك. اصل ربنا بيرزق الكافر وبيرزق المؤمن، فما بالك بقى ان هو بيرزق الكافر ليه؟ عشان خلاص اخد خطوات السنن الكونيه اللي موجوده في الكون، 1 زائد 1 يساوي 2. ما بالك انت بقى لو خدتي الخطوات دي ازاي ربنا يسيبك؟ والنصايح دي انا قايلها لكم من قلب الحدث، يعني مش حاجات مش عمليه او حاجات ما تتعملش، لا الحاجات دي حاجات تم العمل بيها واثبتت كفاءتها وجدارتها مع كل الناس. فباذن الله زي ما طلعت ناس كتير من الاوضه الضلمه اللي كانوا فيها هتطلعك انت كمان.